ازاي اقدم على الهجرة العشوائية لامريكا؟ كل اللي انت محتاج تعمله ان انت تخش على جوجل وتكتب دي في لوتري، هيظهر معاك الاختيار الاول، دوس عليه وهيدخلك على الموقع الرسمي للهجرة. هتلاقي كذا اختيار، بس احنا محتاجين نخش على امثلة على الصور عشان نشوف ايه الصور المقبولة على الموقع ده. فاول لما بتدخل عليه بتشوف كذا مثال موجود عندك للصورة الجيدة والمقبولة. الصورة طبعا لازم تبقى على خلفية بيضة والمقاس بتاعها يكون 5x5، بتبقى صورة مربعة. الصور بقى اللي عليها خيال او بهتة او فيها الوان فلتر او حاجة، دي طبعا مش هتبقى مقبولة على الموقع ده. فلازم تاخد بالك كويس جدا وانت بتاخد الصورة بموبايلك مثلا، او حتى لو هتروح تتصور عند حد اتأكد ان هي تبقى مطابقة للمواصفات علشان تبقى مقبولة. بعد كده هترجع للصفحة الاولانية وهتلاقي فيه زرار اخضر كده مكتوب عليه begin entry. ده بتدوس عليه بتلاقي فيه زي رمز كده او حاجة بتكتبه عشان يتأكد بس ان اللي بيملى البيانات دي انسان مش كمبيوتر او حاجة. فبتكتبها زي ما هي موجودة عندك بالظبط. ولو مش عارف تقراها او حاجة ممكن ان انت تدوس على السهمين دولت فهيغيرها لك ويكتب لك حاجة اوضح شوية، وبتدوس سبميت. وبعد كده بتلاقي نفسك في الصفحة التانية اللي فيها البيانات كلها بتاعتك اللي احنا محتاجين نملاها. اول حاجة طبعا بتبقى اللاست نيم والفيرست نيم والميدل نيم. الميدل نيم ده اللي هو الاسم الاوسط اللي هو بيبقى بعد اسمك على طول. يعني لو انت اسمك احمد علي يوسف عمر مثلا، هيبقى اسمك الاولاني هو احمد واللقب بتاعك هو عمر والميدل نيم بتاعك هيبقى علي، فهيتكتب بالشكل ده. خد بالك ان الاسم اللي انت بتكتبه لازم يكون مطابق بالظبط زي الباسبور اللي عندك. لو انت لسه ما عندكش باسبور اكتب البيانات بتاعه الاسم اللي انت كتبته ليك بالانجليزي، وتأكد ان انت يوم ما تطلع باسبور يبقى مكتوب بنفس الحروف بالظبط بدون اي تغيير، لان لو في اي تغيير هتبقى فيها مشكلة واكن ده شخص تاني مش انت. وبعد كده بتختار بقى ميل او فيميل، ذكر او انثى. والسؤال الثالث بقى هو البيرث ديت، تاريخ ميلادك ايه. فبتكتب طبعا الشهر الاول واليوم وبعد كده سنة الميلاد. اتأكد ان انت لما تكتب الشهر او اليوم ده لازم يبقى رقمين، يعني انت لو مولود في شهر 1 هيبقى 01، وهكذا بالنسبة لليوم. وبالنسبة للسنة لازم تكتبهم 4 أرقام. والسؤال الرابع هو المكان بتاع الميلاد بتاعك، في انه مدينة انت اتولدت. انت هتكتب المدينة مش الدولة. فلو انت مثلا مولود في القاهرة او اسكندرية بتكتب اسم المدينة بتاعتك. والسؤال اللي بعد كده بقى هو الدولة اللي انت عايش فيها. لو انت عايش في مصر هتختار اكيد ايجيبت. ولو انت بقى اتولدت في دولة من الدول اللي ليها الحق في التقدم للهجرة زي مصر مثلا، فما تغيرش حاجة في السؤال ده، الإجابة هتبقى ياس. بعد كده بتختار الصورة اللي انت تصورتها من على الجهاز بتاعك وبتنزلها على الموقع ده. بعد كده هيحتاج بيانات الميلينج ادرس اللي هو العنوان البريدي بتاعك. in care of دي بتبقى حاجة optional يعني اختيارية، ممكن تكتبها او لا، اللي هي زي مثلا عناية كذا، فممكن تكتب اسمك فيها. وبعد كده بتكتب رقم العمارة واسم الشارع في الخانة اللي هي نمبر بي. نمبر سي دي انت ممكن متبقاش محتاجها اصلا. وبعد كده بتكتب السيتي بتاعتك اللي هي المدينة، والديستريكت او الكاوني، وده مش موجود في مصر فممكن برضو تبقى هي نفس المدينة، فبرضو في الحالة دي هتبقى برضو اسكندرية. وبعد كده الزيب كود او الرمز البريدي ممكن تدور عليه على جوجل وتشوف الرمز البريدي بتاعك ايه مثلا في البلد بتاعتك. ولو المكان اللي انت عايش فيه ملوش رمز بريدي معين ممكن تعلم على المربع ده. وبعد كده بتختار الكانتري اللي هي برضو الدولة اللي انت عايش فيها سواء مصر او اي حاجة تانية. والسؤال التاسع اسم الدولة اللي انت عايش فيها دلوقتي. انت ممكن تبقى مثلا شغال في دولة خليجية او اي مكان تاني، عندك عقد عمل ومش بتقدم من المكان اللي انت اتولدت فيه، لكن لو برضو انت لسه عايش في مصر فبتختار برضو مصر. بعد كده عندك الفون نمبر اللي هو تليفون، ده برضو بيبقى اوبشنال، عايز تحطه او مش عايز تحطه ده براحتك. وبعد كده الايميل ادرس، ده الايميل او العنوان البريدي بتاعك، بتكتبه مرتين وده بس للتأكد. وبعد كده السؤال رقم 12 هو مستوى التعليم بتاعك ايه. طبعا هما بيقبلوا شهادة الثانوية العامة او اي شهادة ثانوية تانية زي الثانوي الصناعي او الفني. فلو انت معاك ثانوية عامة بس هتختار هاي سكول ديجري اللي هو الاختيار الثالث. اما لو بقى معاك ليسانس او بكالوريوس فهتختار يونيفرسيتي ديجري اللي هي الشهادة الجامعية. لو واخد ماستر او اي حاجة اعلى من كده ممكن برضو تختارها لو عايز. معظم الاختيارات دايما بتبقى ما بين الهاي سكول ديجري وما بين اليونيفرسيتي ديجري على حسب طبعا اخر شهادة انت حصلت عليها ايه. بعد كده حالتك الاجتماعية، هل انت متزوج ولا مش متزوج. لو مش متزوج اللي هي سنجل دي ليها اسم تاني اللي هي unmarried غير متزوج. فلو انت سنجل لسه عازب يعني بتختار اول اختيار. لو انت متزوج في اختيارين، يعني انا متزوج لكن زوجتي، او لو واحدة ست هتقول زوجي غير حاصل على الجنسية الأمريكية. أو لو أنت معكش ال LPR اللي هي الإقامة الدائمة. لكن لو أنت عندك زوجة أو أنت عندك زوج حاصل على الجنسية الأمريكية أو عنده الإقامة الدائمة فبتختاري الاختيار الثالث. والمطلق بيختار divorced. ودي معاني كل حاجة مكتوبة في السؤال ده بالعربي عشان برضو لو حد حابب إن هو يتأكد. السؤال بقى رقم 14 اللي هو عدد الأبناء.
عندك كام ابن. طبعا ده مش هيظهر لك غير لو انت اخترت اختيار ان انت متزوج، فساعتها بتكتب العدد وبعد كده بتدوس على continue. فلو انت اعزب بقى وغير متزوج يبقى انت كده خلصت كل حاجة، وبعد كده هتدخل على الصفحة اللي بعد كده علشان بس تراجع بياناتك. اتأكد ان كل بياناتك سليمة ومفيش حاجة ناقصة، وبعد كده هتلاقي الزر بتاع سبميت اضغط عليه. هيطلع لك بقى صفحة شبه كده وهيبقى فيها بياناتك، واهم حاجة فيها هي الكونفirmation نمبر، وده الرقم التأكيدي اللي هتحتاجه يوم ما تستعلم ان شاء الله اذا كنت كسبت او لا. هيبقى من ضمن البيانات اللي انت محتاج ان انت تستخدمها، فتأكد ان انت عندك نسخة من الصفحة دي او كاتب البيانات دي في ورقة عشان هتحتاج لها. اما بقى لو كنت متزوج فانت هتحتاج تملى البيانات اللي انت مليتها بس لزوجتك بقى المره دي. تختار بقى البيانات بتاعتها، تحط برضو تاريخ ميلادها، هتحط العنوان هو كل اللي بس اللي انت محتاجه ان انت تملى بياناتها زي ما انت مليتها لنفسك. وبرضو هتحتاج ان انت تحط لها صوره نفس المقاس ونفس المواصفات، ونفس الموضوع برضو هتعمله لو عندك ابناء. فتاكد ان انت عندك صور جاهزه ومناسبه قبل ما تملى اي حاجه عشان بس توفر الوقت بتاعك. كده الموضوع اتعمل ببساطه وبدون ما تروح اي مكان عشان تدفع فلوس، انت عملته من البيت، وبالتوفيق ان شاء الله.